اوكي. لكن لما تدخل في ثنايا الموضوع تكتشف ان السالفه مو بالصوره الجميله الحلوه اللي احنا قاعد نشوفها. انا اعتقد ان اكو مجموعه محدوده من النواب قاعده تحط اولويات في الخارطه التشريعيه، ما ابي اقول كلها لكن كثير منها لا ينسجم مع المصلحه العامه للناس كلهم. هناك انتقاء لبعض القوانين اللي يعني مدروسه ويعني لفئه معينه علشان تحقق هدف معين، هذا واحد. نعم. الشيء الثاني، بلغني ان اكو مجموعه من النواب يعني كانت تشعر بالاستياء من هذه الاولويات اللي مطروحه، ويقولون عندنا اولويات ثانيه واهم للمواطنين، انتم ليش ما قاعدين تحطونها؟ فبالتالي هذه يعني ما قاعده ترصد حقيقه تجمع 48 نائب على قضايا متفق عليها. يعني كان بودي اني اشوف في الخارطه التشريعيه شنو القوانين اللي ممكن تشوفها يعني كنت تبيها تكون موجوده في الخارطه؟ الاولويه تنويع مصادر الدخل، فرص عمل للشباب، هذه القضايا، غلاء المعيشه يعني صار عليه شغل ولكن تاجل، لكن هذه القضايا تمس الناس كلها، راح تحس بالفرق لما تقر مثل القوانين، غير لما انا اقعد انقي لي بعض القوانين اللي انا قاعد اتصيد فيها بعض القضايا. فتشوف ان في اولويات كانت هي المفروض تكون ذات اهميه اكثر مما هو موجود. هذا يعكس ان هذه الاولويات مو متفق عليها بشكل كامل، وان النواب يجب ان يكون اكو آلية لفلترة الاولويات بحيث ان هي تلبي مطالب الغالبيه الساحقه من الناس. يعني كان تقدر تبي تقول بشكل او باخر كانت كتله 48 مختطفه من بعض النواب؟ ما ابي استخدم كلمه مختطفه ولكن كانت موجهه. والنواب هذول شنو اجنداتهم كانت بالنسبه لهم، يعني اللي تشوف ان اللي انعكس عليها الاولويات هذه؟ لا يعني انت لو تستعرض الحين القوانين اللي تم اقرارها راح تلاقي قانونين ثلاث، ما بأشير لهم بالذات علشان لا يصير في يعني تصنيف وتوصيف، لكن يبين ان القصد مو المصلحه العامه، واكتفي بذلك. القصد سياسيا ولا انتخابيا؟ كلهم على بعض.